احمد يا باشا. مش جاي معاك؟ هو اللي بيشتغل، هو اللي بيعمل يعني؟ جنب. طيب الكذب بتاعي. يلا يا بادر، ماشي يا بادر. هتتغلب هتتغلب. لا مش تبع عادي. محمد جبل يا حماد. دكتور ثاني. دكتور محمد في دوري كرة القدم لأطباء السنة الأهلية تحت الرعاية الكبيرة والتعاون الكبير مع نادي جزيرة الورد والنائب المحترم من الاستضافة الجميلة للسنين المتتالية الدكتور الكبير طارق عبد الهادي بالتعاون مع الدكتور حاتم الجندي نقيب أطباء الأسنان والدكتور بالإضافة دكتور ياسر عميد الكلية والدكتور حاتم النقيب ودكتور سيد جاد الوكيل. السادة المتواجدين هنا في إطار الضيافة الكبيرة في إمكانيات الحضور للنهائي المشرف والكبير بين فريق حمدي شلبي وبين فريق البرنس هنا في نهائي الجامعة في اطار الختام. البرنس وامكانيات الحصول على اللقب للمرة الثانية على التوالي والحفاظ على الصدارة الاولى وامكانيات الصدارة، وفريق حمدي شلبي وامكانيات الحصول بيبي وحمادة واصدقائهم بجوار خيري وسيحة وفيليكس في الجهة المقابلة كل من اسلام شيحة، وكذلك البشلاوي وكريم بدير ومجدي، وكذلك بقى هيثم تيفا والتايجر في اطار الجبهه الهجوميه. قياده فنيه وتحكيميه الكابتن بيبو الدسوقي والكابتن محمد عبد الودود في ادارات التحكيم. تريكا والسيد العجمي وامكانيات الجبهه الهجوميه اسلام شيحه وامكانيات التسديده الاولى قويه التسديده الاولى هنا من اسلام، ولكن الكره مرت ضربه مرمى هنا في اطار اللقطه الاخيره لمصلحه فريق حمدي شلبي. الشركات والرعايه والاسماء الكبيره سواء الشركات اللي فضلت معانا نور بنت ودنتال الصوره وامبيزيم او الشركه صاحبه الامكانيات الكبيره هنا في اطار النهائي ماي دريم والوضع الكبير تحت الرعايه لليوم الختامي هنا في اطار الدوره. هنا اللمسه والعوده من جانب اسلام، اللمسه والتحضير والتسديده، ولكن الدفاع الحارس السيد العجمي واسلام شيحه افضل حراس البطوله هنا في اطار المواجهه الاخيره والمواجهه الصعبه. اصدقائي الامس اعداء اليوم المواجهه الصعبه مواجهه الختام امن اللقب، هل يكون الحفاظ على اللقب من جانب البرنس ولا فريق حمدي شلبي والحصول على اللقب للمره الاولى؟ اللمسه كريم هنا جزار امكانيات التسجيل، ولكن الحارس العجمي يا عجمي المهمه امام شيحه. المسؤوليه صعبه بين الحراس هم اصحاب التفوق، الحراس الكامل تركيزه والاكثر تصديات هو لا يقدر يوصل ببريء الحمل لقب. هنا فيليكس يا فيليكس اول كره، فيليكس اول لعبه، اول تسديده من جانب فيليكس، ولكن كره على قائمه العوده تمنع هدف اول، تمنع التهديف وتمنع الكره الاولى اللي ستاتي لتي تايجر وامكانيات الوصول النهائي وسرعه النهائي وامكانيات النهائي هي على فاينل على كره. النائب طارق عبد الهادي رئيس مجلس الاداره يتابع بجوار الدكتور الكبير دكتور حاتم الجندي والدكتور ياسر العميد والدكتور السيد جاد الاسماء الكبيره والدكتور محمد سعد عميد الصندوق. هذه التسديده مجدي والدفاع، الكره عن طريق اسلام، اللمسه عن طريق مجدي، نقله حلوه ولكن خيري هنا نجم الاساسيين اللمسه من خيري، المتابعه من سيحه ولكن هناك خطا بيبو الدسوقي والقاده التحكيميه. هناك جوار عبد الودود، اللمسات التحكيميه، الادارات التحكيميه، البث وامكانيات الوصول
اللمسه من جانب سيحه، العوده من جانب خيري، 0-0 في البدايه. العجمي ينقذ كوره وكوره على القائم في مرمى الشيحه، والكرات ما تاتي، اللمسه تعود هنا بلمسه من جانب البشلاوي. البشلاوي فريق البرنس امكانيات الوصول امام فريق حمدي شلبي، اسماء كبيره في الميدان واسماء وساده افاضل واشراف الامور سواء في الاطباء او النواب، النائب طارق والاصدقاء الكبيره. هنا بامكانيات المنصه الكبيره دكتور محمود عبد الحافظ مدير النشاط الرياضي، والكابتن احمد اشرف وموسيد هدف على خط المرمى، هنا من على خط المرمى، وامكانيات اللمسه هنا من جانب اللقطه هنا مجدي وانقاذ لقطه وانقاذ كوره كانت قريبه. شيحه كان بامكانيات التسجيل ولكن على مرماه، ولكن خيري وامكانيات الوصول. مجدي من على خط المرمى ينقذ هدف، ينقذ كوره، يمنع فرصه التسجيل الاولى لمصلحه فريق حمدي شلبي. الدكتور محمد عبد الحافظ مدير النشاط الرياضي، والدكتور احمد شرف مسؤول ملاعب نادي جريده الوفد، الكابتن عبد الله مشرف الملاعب اللي حضروا من اطار البطوله الاولى، والمسانده والمساعده مع التولي الكبير للنائب طارق عبد الهادي للخروج مع نقيب الاطباء والاسماء الكبيره في اطار الدكاتره والبطوله للخروج بالشكل الكبير هنا في اطار البطوله والخروج بالشكل المشرف. لاعب نادي جزيره الوفد ورئيس مجلس الاداره والاسماء الكبيره والمشرفين مع الاطباء ومع رئيس اللجنه التنظيميه دكتور مصطفى شفعي اداروا الدوره بشكل جيد، وصلوا للنهائي هنا، وصلنا للختام، وما احلى الختام هنا في البطوله وفي اطار الملعب. محمد بقى كل شويه كوره بلمسه، كوره بلقطه، كوره بامكانيه وصول فريق حمدي شلبي ومجدي اللي صارع وابقى على امكانيات هدف، كان قريبا من التسجيل. اللمسه تاتي والكوره تعود، كوره عن طريق سيحه وحماده وبيب وامكانيات الوصول. بيبو خارج الميدان منتظر اللقطه، لمسه من جانب خيري عن طريق سيحه والتسديد بجوار القائم، والكره تصل ضربه مرمى. التعادل السلبي هنا في اطار النهائي، التعادل السلبي في كرات الوصول والتسجيل بين فريق البرنس وفريق حمدي شلبي. الختام والنهائي لمن ستؤول البطوله ولمن سيؤول الكاس ولمن سيذهب اللقب. الكره تاتي الكسر على القائم، على القائم هنا من جانب كريم والله كريم كان ان ياتي وتيبو العرضيه البرنس يرد بعجلاته، البرنس يرد على كره فيليكس سيحه هنا باللقطه عن طريق القصار. اللمسه تاتي من التيم هيجر وامكانيات وصوله، المهاره والكره، اللمسه تزيد حماده بالدماغ، لمسه من مجدي حماده، الخطأ وضربة حرة هنا في إطار اللقطة الأخيرة، ضربة حرة في كرة قريبة من التسجيل، في كرة هي الأقرب للتسجيل في اللقطة الماضية. يا ترى من سيكون صاحب البداية؟ يا ترى من سيكون صاحب التأديب؟ الفرصة وإمكانيات التسجيل، الوضع والهدف الأول قريب، فريق البرنس وإمكانيات الهدف الأول، كرة القصار كريم بالتحضير، إسلام يا إسلام ده هنا إسلام بقنبلة قوية، ولكن العجمي بالحراسة ليس كل الحراسة. اللمسة تأتي والكرة تأتي عن طريق الشيحة، إسلام لمسة ونقلة، كرة ولعبة عن طريق مجدي منقذ البرنس من هدف كان يتلقاه في مرمى. مجدي هو من أنقذ فريق البرنس من تلقي هدف أول، لمسة عن طريق مجدي، لاعب فؤاد يلعب بلمسة للديب وجون، القائم يمنع، القائم ما زال يتعاطف مع العجمي، كورتين على قائم امام العجمي وكورة على قائم امام شيحة، والتعادل السلبي هنا في اطار اللقاء. اللمسة السريعة فيليكس بكرة، لمسة للتريكا بتسديد على الدفاع اقوى، واللمسة كريم والخطأ هنا في اطار اللقطة. اللمسة قريبة من التسجيل ويبدأ
يبدو ان البطاقه الاولى قريبه هنا في هذه اللقطه. عبد الودود والقرار الهجمي تحت الحصار هنا كانت لكريم بدير اللقطه الاخيره، لكن يبدو البطاقه هنا الهجمي يمنع الكوره ويمنع سيطره امام بدير في اللقطه الاخيره. وصلت الكوره هنا امامنا ضربه حره لمصلحه فريق البرنس. 0-0 في الارقام، ولكن لن تطول السلبيه، لن يطول التعادل السلبي. ستسجل الكوره حماده والفريق تحت الضغط هنا بامكانيات الشيحه. تسديده اللمسه تاتي وماديه التسديده والدفاع من خيري. لمسه ركنيه كوره وثابته، اللمسه للتايجر، التسديده يا تايجر، كوره على تسديده من قدم يسرى، ولكن عجمي بالتصدي والمتابعه من مادي. هذا كره بيلي ولكن كريم عادت خيري لو لعب عرضيه لو لعبها بعرضيه خيري لو كان وجد بيليكس باللقطه الماضيه لكانت الكره قريبه من الشباك. لمسه عن طريق اسلام شيحه والوصول البرنس وامكانيه التسجيل. هنا مجدي وهنا الصراع وهنا خطا والضربه الحره. كرة تأتي ولمسة تأتي عن طريق إسلام، الضربة الحرة للبرنس، لمسة عن طريق تي، إمكانيات النمر في إمكانيات الظهور ونفس الأنياب الهجومية والنمر هل يظهر أنيابه كما أظهر في اللقاءات الماضية. هنا حارس الهداف وإمكانيات التسجيل. اللقب لا يأتي بالفراغ يا شيحة، ولكن الأخطبوط العجمي على قائم الآخر، العجمي في المرمى الآخر، ليس حارس آخر وإنما السيد. هنا اسلام العجمي، هذا لقاء حراسه، هو ده لقاء الحراسه، العمالقه في الحراسه. من سيكون الاكثر عملاقا هنا في اطار النهائي، الاكثر تركيزا وسيطره، هو من سيكون صاحب اللقب في اطار النهائي. الاسماء الكبيره والارقام، هنا الاطباء والاسباب، ولكن كل الشكر الكبير للنائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنه الشباب والرياضه وراعي الرياضه بالبقاء. لا يعني بولسد هدف، هنا بولسد هدف، ولكن التصدي ياتي والكره تاتي للتمس. محمد حسن مصطفى مسعد كرة للتماس، امكانيات الوصول من جانب فريق حمدي شلبي. البرنس والضغط الكبير في الشوط الاول، البرنس وامكانيات الوصول في الشوط الاول هنا على فريق حمدي شلبي اللي كان الجميع يتوقع ان ياتي بقوه اكبر، ولكن ما زلنا في البدايه، اللقاء طويل والمتعه كبيره والارقام ستتغير والاداء ستاتي هنا بين اسماء كبيره، بين ارقام، بين تريكا يا تريكا لا كرة هدف، هذه كرة هدف، القرار المتابعة والانتظار. اللمسة تأتي والشيحة تحت الحصار هنا بكرة أخيرة. اللقاء يشعل، اللقاء ناري هنا في هذه اللقطة. فرص وإمكانيات الوصول حمدي شلبي ووضعيات التهديد. جاهز اللقطة ممكن نعودها في اللقطة الماضية. الفار موجود، اللمسة، هل هناك لمسة؟ هل هناك لقطة؟ هل هناك إمكانيات إعادة في اللقطة الأخيرة؟ ليس لدينا مانع، الفار متواجد وزارة العودة من جانب اللجنة التحكيمية. الإمكانيات كبيرة، اللقاء على أشد من الجمر هنا في إطار اللقاء حمدي شلبي والبرنس. القوة الكبيرة والضاربة بالأسباب، الاثنين عندهم إمكانيات التسجيل، أسباب كبيرة والتسجيل. كرة قائم، غير قائم، هذه كرة قائم، عد قائم معايا، اثنين هنا واثنين هناك، أربع كور على قائم، 4 كور كانت قريبة من التسجيل، غير تصديات الحراسة، العجمي في تصديات كبيرة والشيحة في تصدي رائع منذ لحظات. اللمسة تأتي، الكرة الاثنين، تريكا بلمسة، الخير بتحضير، حمد بكرة، فيلي بانطلاقة الأجنحة الظاهرة وإمكانيات الوصول. لمسة عن طريق حمادة بدر، القدم اليسرى الوحيدة أعتقد في الميدان، لمسة عن طريق كريم بلقطة، كريم بكرة،
التسديد، هنا اللعبه، هنا اللقطه، هنا الانطلاقه، اللمسه تيفا القدم الاخرى القويه بالقدم اليسرى. اين تسديدات تيفا؟ ما زال تيفا يحرك الاجواء، ما زال يريد ان يسجل ويسدد الكره. الكريم هنا البشلاوي، امكانيات التسديد بالخبره والخضرمه. تعود الكره عن طريق كريم، نقله الثانيه، هد اللعب هنا في اللقطه الاخيره. هل الهدوء الذي يسبق العاصفه؟ لمسه عن طريق الجزار، هدوء العاصفه القادمه من امكانيات التسجيل. الجزار لشيحه، شيحه في امكانيات الوصول، لمسه تيبا بكره، تيبا بلعبه، هنا اللمسه، هنا من تيبا انطلاقه، هنا التسديد، ولكن فولي في اللحظه الاخيره، في اللمسه الاخيره قبل تسديد تيبا باللقطه الاخيره كان قريب من وضعيه هدف. الكره تاتي عن طريق الجزار، اللمسه لشيحه بنعلى، كره وانطلاقه، تحضيرات المعتاده، البرنس وامكانيات السحب الدفاعي، يسحبون، ينطلقون، يفتحون ازاحات، الكره للطريقه والتسديد. السيحه هنا، السيحه في المنطقه الدفاعيه، نجم الناس هنا في هذه الاوقات. اللمسه تصل لركنيه، الكره الثابته وامكانياتها عرضيه لكن صعبه الكره هنا. تيكا هنا المرتده، هنا كونتر اتاك، المرتده تيكا يا خيري لا يا خيري، كره طرد، هنا خيري ضيعها، هنا خيري وصلها. ضربة مرمى في لقاء القمة نهائي. هنا ما أجمل نهائي هنا في دوري أطباء الأسنان، ما أجمل الحضور وما أجمل النهائي، ما أجمل الصادة الضيوف والجماهير. اللمسة، هناك من يساند البرنس وهناك من يساند حمدي شلبي، هناك من أتى لمواصلة البرنس بحفاظه على لقب، بحفاظه على إمكانيات اللقب للعام الثاني على التوالي في بطولة من أقوى بطولات الدقالية أمام فريق يكشر عن أنياب وبيبيبو ورفقائه. هنا اللمسة من جانب لاعب البرنس، الانطلاقة كريم والتسديد والكرة بجوار قائم. ضربة مرمى والهجوم أكثر نسبية من جانب فريق البرنس، ولكن لا تنسى فريق حمدي شلبي هجومه خطير، لمساته خطيرة، وعلى قائم مرتين، شيحة تصدي مرتين، والثالثة على العارضة، متى ستسجل؟ متى ستأتي الكرة بالشباك؟ متى ستوضع الكرة بالشباك؟ كرة تقطع على قائم، العارضة تمنع، الكرة تمنع، والكرة تأتي. رمي تماس هنا في اللقطة، لمسة عن طريق تايجر، يلعب الكرة عن طريق اسلام، نقلة وثانية من قلب لاعب البرنس، تحضيرات أولى وثانية وثالثة، ولكن الكرة تصل للتماس في إطار اللقطة الأخيرة لمصلحة فريق حمدي شلبي عن طريق تريكا. إمكانيات الوصول، تريكا وفيليكس ومهارات الهجوم، سيحة وخيري وإمكانيات وسط الميدان، والخلف حمادة والعجمي. الناحية الثانية التيفا إمكانيات الوصول مع تايجر في إطار الجبهة الهجومية، بدير وتأمين الدفاع مع البشلاوي، ومجدي وسط ميدان القوة من فؤاد، لمسة من فيلي، ولكن الكرة تعود عن طريق حمادة وصل لسيحة، نقله الثانية، هنا الكرة ولكن المرور لم يكتمل، تصل الكرة عن طريق التيفا يوصل لكريم لمجدي، نقله الثانية، يعود الكرة لاعب البرنس عن طريق كريم. الجزار النهارده يكسر العظام في اطار الارقام والتسجيل يا كريم. كيمو يلعب لاسلام صاحب التهديف والاهداف، الكرة تاتي من جانب كريم، الانطلاقة من كيمو، اللمسة، الهجوم، الكرة، التسديدة، حمادة من على الخط، ينقذ كرة، يبدع كرة هنا بلمسة، يشكر الكابتن اسامة على الضيافة والتقدير. اللمسة والكرة، انطلاقة مجدي، لعبة مجدي، حركات مجدي، ولكن نتمنى السلامة. كرة بعيد عن الانظار، لكن نتمنى السلامة هنا في اطار اللقطة الأخيرة لمصلحة خير. ضيافة فين؟ شفنا حاجة؟
الترحيب الكبير ما زال صاحب الاستضافه الكبيره النائب الكبير طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس اداره نادي جزيره الورد وعضو لجنه الشباب والرياضه وراعي الرياضه في محافظه الدقهليه. على الالوان والارقام بيذهب لكثير من مراكز الشباب وبيذهب للاستعانه واخرها كان مركز شباب ميت خميس وقال لهم اذا كان في شيء نقدر نقدمه حقيقي انتقالات ومحاولات لمساعده الرياضيين والرياضه في اطار الدقهليه للنائب الكبير والمحترم الاستاذ طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس وعضو لجنه الشباب والرياضه ورئيس مجلس اداره نادي جزيره الورد. هنا يحضر في اطار النهائي والدعم والاستضافه الكبيره مع اطباء الاسنان وكليه اطباء الاسنان تحت الرئيس والعميد الاستاذ ياسر الدكتور ياسر وتحت رياده الدكتور حاتم الجندي نقيب الاسنان وتحت رياده الدكتور السيد جاد الوكيل. الاسماء الكبيره والمشرفين والدكتور مصطفى شافعي رئيس اللجنه الرياضيه والتنظيميه الحاضر في كل يوم والتنظيم مع مدير النشاط الرياضي دكتور محمد عبد الحافظ والكابتن احمد شرف مسؤول الملاعب والكابتن ايمن عبد الله مشرف الملاعب. التنظيم والمتابعه والتوازن مع الاسماء في اطار اداره الملاعب والتنظيم من خلال لجنه رئيس لجنه تنظيميه دكتور مصطفى قدم لنا بطوله على اجمل وجه. وهنا في النهائي نحن ناتي في الختام وما اجمل الختام حتى الان بين فريق حمدي شلبي وبين البرنس. انهى الشوط الاول ومن جانب اطباء الاسنان بشكل اجمع النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ وكذلك عضو لجنه الشباب والرياضه بالدقهليه وراعي الرياضه بالدقهليه ورئيس مجلس اداره نادي جزيره الورد هنا بالتعاون مع اطباء الاسنان. قليل من الوقت وننطلق في اطار احداث الشوط الثاني. صافره قريبه من جانب الحكام كابتن بيبو الدسوقي وكابتن محمد عبد الودود قياده تحكيميه هنا في اطار النهائي. سمح الساده الحضور اللي موجودين على الطرف الثاني من الملعب لان احنا هناك بنلعب على الحاجز وهنا على الخط فبعد اذن يعني في اتجاه ثاني يعني بعد يكون افضل يعني ايام بعيد شويه. نرجع بصافره هنا من حكم اللقاء الكابتن بيبو الدسوقي. انطلاق احداث الشوط الثاني بين البرنس وبين حمدي شلبي. انتهت احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف ولكن هناك فرص عديده وارقام في اقامه الكره على قائم وعلى العرضه وتصديات كبيره بين العجمي وبين شيحات وتسديدات كثيره تمت في الشوط الاول. مهارات اتت ومحاولات اتت ولكن الهدف لم ياتي حتى الان ولكن سياتي بكل تاكيد. لابد ان يكون هناك فائز في هذا اليوم. لابد ان يكون هناك حاملا للقب وحاملا للبطوله وللجوائز سواء الفرديه والرعايه الكبيره من ميدوريم هنا في اطار النهائي او من جانب اللجنه التنظيميه او من جانب لجنه الاطباء ورتسيحه. لمسه شوط اول كانت تاتي بهدف. هنا الشوط الثاني وامكانيات الثاني ووضعيات الثاني من سيكون صاحب التسجيل. لمسه عن طريق حماده لمسه للبلي يعود لحماده حماده يعود للعيمي. امكانيات الوصول ما زالت الحراس لها الكلمه العليا ما زالت التصديات وامكانيات الحفاظ على الشباك والمرمى هي صاحبه وضعيه السلبيه في اطار النتيجه. هي من وضعت النتيجه تحت السلبيه حتى الان بين الاثنين. لمسه من جانب الكيل غيموا في امكانيات الوصول الجزار ووضعيات الهجوم الثغرات الدفاعيه والبحث الثانيه في التمريرات. هنا كره مجدي اللي انقذ فرصه مجدي اللي انقذ فرصه كانت الاقرب للتسجيل الا وكنا نتوقع ان الكره بالشباك ولكن مجدي بروح القتاليه باللمسه الفدائيه بالكره من على خط المرمى انقذها. في الناحيه الثانيه حماده بدر انقذ كره من على الخط وما زال التعادل هنا بين الاثنين. ولا ننسى البث والمتابعه المباشره والفار مع احمد عادل ومحمد محسن هنا في اطار النهائي. لمسه وكره وانطلاقه مجدي في التامين وحماده في صراع والكره تصل للتمس. لمسه وكره انطلاق اسكندريه
كريم. ضغط من جانب فريق حمدي شلبي في البدايه. هنا كره تيفا انطلاق على كتفه اللي بلمسه. اللمسه تاتي من لاعب بومبو سويس المعار حاليا للبايو. بايو نيلز بامكانيات الدوري. اللمسه من جانب اسلام. لاعب اسلام وتسديد الدفاع. التسديد والدفاع حماده يريد ان يكون حارس قبل العجمي. يريد ان يتصدى للكرات قبل العجمي. لمسه تعود الكره من اسلام. شيحه لا يهدى ولا يخطر له بال الا ان يضع الكره في الشباك. والعجمي لا يريدها بسهوله ولن يتركها بسهوله ان تسكن شباك وان يوضع هدف. هنا في اطار النهائي لا يريد احد الفريقين ان يفرط ولا يتوقع ان يكون مهزوما هنا في نهائي الاشقاء. الدرب الكبير بين البرنس وبين حمدي شلبي بالاسماء. الكره العرضيه ولكن تاتي الكره لرمي التمس. كره وتمس واللقب الغالي وامكانيات الوصول الوضعيه والتسجيل هنا في اطار اللقاء. الجبهه الهجوميه ومحاوله وضع الكره في الشباك في احد الشباك. يا ترى شباك العجمي ولا الشيحه من تهتز اولا؟ من سيكون صاحب التسجيل واللمسه الحكيمه في اطار وضع الكره في الشباك وصاحب المهاره بالتسجيل في اطار الشوط الثاني وامكانيات الشوط الثاني. لمسه لتريكا واللمسه تيري والتحضير امكانيات الوصول هنا عن طريق فيليكس. يوصل الكره لحماده بدري يعود عن طريق غيري. نقله من لاعب الهزازين للاعب بلاس. اللمسه من بلاس للهزازين في انتظار بايونيتس باللقطه الهجوميه. كره من جانب الهزازين ولكن هناك قطع على ليتشا. هيثم في اللقطه الاخيره. كره من العجمي الوصل لحماده. حماده ويعود مره ثانيه العجمي. السيطره من اصحاب الزي الاسمر. هنا في امكانيات الوصول لجبهه الهجوميه. الحماده تحت الضغط ولكن يخرج الكره. لمسه من فيلي اتخطفت. كره انطلاقه. هنا كره هنا جول هنا جول تيفا جول 1-0 البرنس يسجل. البرنس هيعرف الاول. عيد يا محسن عيد لنا يا مخرج اللقطه. عيد الغلطه الدفاعيه واللمسه من كريم الجزار يكتب كره يولعها نار مع تيفا صاحب التسديدات. 1-0 لاصحاب السماوي هنا بهدف. القدم اليسرى تاتي يتحدث تيفا في وقت الهدف. 1-0 الارقام هنا التايجر والكره والقرار ضربه مرمى في اللقطه الاخيره. 1-0 الضغط على حمدي شلبي جاء بضرر على مرمى. الضغط على فريق الدفاع جاء بخطا في تفاجأ في لقطه دفاعيه لم تمر مرور الكرام. 1-0 الارقام. لمسه تريكا بلمسه والدفاع امامه. هنا كريم صاحب الاسيست والانطلاقه يحاول ان ينطلق مره ثانيه ولكن العجمي والضغط على الدفاع. الضغط يولي ضغطات في كره القدم. دائما ما كان الضغط يولي ضغطات. لمسه حماده اسلم شيحه هنا انقذ كوره امام تريكا. لم تريكا تلم على كوره. لم كريكا اتلم وحاول بكرة. هذه المهارات والفنان لن يترك المرمى بدون اجوال. لقطة وخطأ وضربة حرة في اللقطة الأخيرة. يا ظلوة هذا يا محسن. هنا كرة هنا للعهدة وهنا تيفا. هنا عندي على الشاشة بشاشة البار يسجل تيفا الهدف. يضع تيفا الهدف. يضع بلمسة قدم يسرى. هنا انطلاقة من صاحب الهدف ولكن الكرة بتأمين تصل عن طريق مجدي. 1-0 في ارقام شرطه. هنا الثاني هنا اللمسه تيفا واختراق تيفا ولمسه. يا هيثم يا بالسنجيدي كله يا راجل دي لو عندي احطها تشد من فوق الحارس. هنا اللمسه لكن الدفاع يا السنجيدي بلقطات زمان وكره زمان وكره الثاني ولكن ضاع الثاني في اللقطه الاخيره. الكره اللمسه الانطلاقه بحث عن ثاني يا اما التعادل. هل امكانيه التعادل من جانب حمدي شلبي؟ ردة الفعل هل تأتي سريعة؟ ردة فعل وكورة
للرياكشن هنا في انطلاقه بعد هدف، بكوره بعد هدف، بلمسه بعد هدف، كان قريب من الثاني، كان ان يسجل الثاني، هيثم تيفا في كوره الثاني، ولكن الدفاع امامه. لمسه هنا على طريق الفيلي بسرعه، فيلي بسرعه، اللمسه هنا التايجر، هنا اللمسه، هنا المهاره، الكوره والعجمي لتماس لمصلحه حمدي شلبي. 1-0 في ارقام السرعه، العصر الكره السريعه، اللمسه الانطلاقه، الكره في نهائي، هدف في نهائي اغلى من كثير، لمسه من خيري، اللمسه والعوده، هنا خيري والكره والقرار بالاستقبال عن طريق الدي، هنا النمر يهرب ولكن العجمي امام الهروب، العجمي يحاول الحفاظ، يحاول التامين على فارق هدف، يحاول ان يعطي دفعه ومعنويات افضل قبل ثاني. هنا من جانب التي تايجر امكانيات الوصول للشباك، عوده عن طريق شيحه وتحضير، اسلام بلمسه، مجد بنقله، الجزار بتحضير، هنا السرعه، هنا اللمسه، هنا الصراع، ولكن الفيلي امام كيف يلعب اللمسه هجوميه وكيري، ولكن التامين والكوره ضربه مرمى. الشكر كل الشكر للاطباء وللنقيب وللعميد والاسماء وللنائب الكبير طارق عبد الهادي لحضوره ولامكانيات الاتاحه لدوري اطباء الاسنان بحضور هذه المتعه في النهائي وبحضور متعه البطوله على اكمل وجه. ولكن هنا في هذا النهائي، في هذا اللقاء، في هذه السرعه وكره القدم وامكانيات الحضور، متعه ما بعدها متعه. هنا في اطار هذا النهائي كامل متكامل نهائي في اخطر البطولات. الكرة تاتي على ملاعب نادي جزيرة الورد، وما احلى من ملاعب وما احلى من بطولة يا سيادة النائب في اطار النهائي. لمسة كرة حمادة ولكن تاتي بالتماس، الكرة عن طريق سيحة، طريق الشلبي وامكانيات عودة. هل هناك عودة وهناك تعادل ولا ثاني من ضربة من كرة من لمسة؟ هذه اللمسة، هذا جول، سيح الفنان، سيح الهداف، ياتي بتعادل، كرة التعادل، كل التعادل قريبا، قلنا التعادل قريبا، يسجلها سيحة بلمسة تريك الفنان، يضعها على طبق من ذهب، يضعها بلمسة فنية ولوحة فنية بالتمرير. ياتي سيحة مخضرم التسجيل ويسجل 1-1. البرنس وحمدي شلبي في الشوط الثاني 1-1 في ارقام الثاني، والتسديده قويه من مجدي، قوه التسديده، ولكن الكره خارج الاطار، الكره ضربه مرمى في لقاء النار. اللمسه، الكره وسيحه وخيري، هنا اللمسه لكن تيفا يعود، تامين الدفاع وقوه الدفاع، هنا شيحه هنا خارج الاطار وخارج المرمى، يحاول التامين ويحاول الحصول على هدف ثاني. من سيكون صاحب الضربة الثانية والكرة الثانية وقنبلة التسجيل؟ من لديه إمكانية التسجيل؟ الاثنين بالأسماء بالأرقام لديهم، لم يلعبوا لقاء إلا مسجلوا، لم يلعبوا لقاء إلا وحطوا قيمة هدفية كبيرة، لم يعدوا لقاء إلا وسجلوا في شباك القسمة، سواء حمدي شلبي أو البرنس حامل اللقب حاليا تحت التعادل، والباحث والداعم الكبير حمدي شلبي في إمكانيات الحصول على اللقب هو الأغلى، اللقب هو الأعلى، اللقب هو الأكبر في إطار البطولة، بطولة الدوري أطباء الأسنان بالأهلية بالتعاون بالرعاية بالإمكانيات مع نادي جزيرة الورد والنائب طارق عبد الهادي الحاضر الواضح في إمكانيات الوصول، الحاضر لإمكانيات المتعة الكروية والضيافة الكبيرة للأطباء هنا برعاية لإطار اللقاء النهائي واليوم النهائي الميدانيين وشركات المستلزمات الطبية. اللمسة والانطلاقة والكرة لتماس، القيادة التحكيمية للبوب بيبو الدسوقي، النجم الكبير محمد عبد الودود. لمسة وانطلاقة، كرة خيري، لمسة عن طريق التيب، يلعب لإسلام، يعود مرة ثانية للنمر، انطلاق التايجر، انطلاقة هجومية، هنا الإسلام، نقلة الثانية، خيري في متابعة، تريكا بانطلاقة، اللمسة والكرة، هنا تريكا، ولكن مجدي يوصلها لضربة مرمى.
معظم الاسماء فريقين في ارض الملعب يلعبون لفريق واحد في معظم الاوقات، لذلك حافظين بعض في اوقات كثيره، عارفين وضعيات التسجيل وامكانيات المرور في اوقات كبيره. اين بيليا مفتقدينه في اطار اللقاء؟ بيليا لاعب البرنس مفتقدينه، هل هو حاضر ولا هناك اصابه؟ نتمنى له السلامه سمير. الافتقاد الكبير من جانب بيلي، هنا اللمسه لكن الكره للسيحه ركنيه ام تماس، الكره الركنيه لمصلحه فريق البرنس. 1-1 في ارقام الشوط الثاني، 1-1 وضعيات الشوط الثاني. هنا تيفا ولكن تاتي بعوده لمس الاسلام، لم يسجل حتى الان ولكن طبيعي انتظرنا هدف اسلام في جميع اللقاءات، سجل في الهدف الماضي وسجل اللقاء الماضي واللقاء ما قبله ودور الثمانيه وفي المجموعات. اسلام سجل في الكثير والكثير من المباريات، لذلك لا تتعجب اذا سجل اليوم. لمسه عن طريق التايجر، يعود للخلف عن طريق كريم. البرنس واستحواذ وبوزيشن اعلى في اطار السيطره على الكره امام فريق حمدي شلبي، ولكن بلغه الارقام وبلغه الاحصائيات هو تعادل ايجابي، هدف مقابل هدف. لم تذهب البطوله حتى الان الى احد، لم تاتي باتجاه احد، لم تبوح بكامل اسرارها، لم تقول حتى الان انا ملك للبرنس ولا ملك لحمدي شلبي. صاحب البطوله الماضيه يحاول والمتحدي فريق حمدي شلبي يحاول، والكره ضربه مرمى عن طريق العجمي. تعادل في الارقام وتعادل في التسجيل بين اثنين وتعادل في اهتزاز الشباك. الكره تاتي لمسه ومتابعه للتماس وبيبو كذلك ما زال خارج الاطار في انتظار دوره، في انتظار مشاركته في اطار البطوله. هاني البرنس وللاصابه اعتقد لن يشارك احد الامور. والاوراق هذه كره التايجر، الاوراق التي كان يعتمد عليها فريق البرنس. اللمسه تاتي والكره للتماس، عودة عن طريق شيحة، كرة هجوم، محاولات سيطرة على الكرة ولكن الدفاع ما زال قائم من جانب فريق حمدي شلبي. لمسة عن طريق كيمو، يرجع من لقطة، هنا كريم بدير. اللمسة وإمكانيات الوصول للمرحلة الهجومية تحت الأنظار الدكاترة المحترمين، الدكتور الكبير دكتور ياسر لطفي عميد كلية طب الأسنان، والدكتور حاتم الجندي. هذه التسديدة، هنا التسديدة، هنا اللقطة، هنا الكرة وهنا التصدي. دكتور حاتم الجندي بالاسماء ياتي ويحضر، هنا اللمسه ولكن العجمي ما زال قائم، ما زال حاضر، ما زال يحاول السيطره على مرماه. هنا امام تصويبات وكرات من جانب فريق البرنس في اطار الشوط الثاني. هدف يخطف اللقاء، هدف يخطف الامور. هنا بين البرنس وحمدي شلبي، من سيكون صاحب التسجيل؟ من لديه امكانيه التسجيل؟ هنا في هذه اللقطه اللمسه والكره عن طريق كريم. دكتور نائب طارق عبد الهادي، اي متعه حاضرها هنا في هذه اللقطه، اي متعه جاء بها وسمح بها على نادي جزيره الورد هنا في اطار الاستضافه الكبيره والجميله. له كل التحيه والتقدير، له كل الاحترام والتميز. راعي الرياضه بالتقاليه، يعطيك كل المسافات والمساحات، يديلك كل امكانيات الوصول للمتعه، يديك كل امكانيات المشاركه بطوله واثنين وثلاثه. تعال واحضر طالما باحترام وبتقدير. دكتور النائب الكبير طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنه الشباب والرياضه ورئيس مجلس الاداره الحاضر القادم هنا لحضور النهائي الجميل والمميز حتى الان. لمسه وكره للتماس، امكانيات الوصول لهدف ثاني، وضعيات في هدف ثاني. من سيكون صاحب اللمسه؟ هنا عن طريق صاحب التعديل سيحه وفضل الكره لكن تصل حماده في كره بلمسه عن طريق خيري يعود للخلف، يصل الكره لتريكا للعجمي، نقله الثانيه اصدقائي. حمدي شلبي يحاول السيطره على الكره ولكن فقدها كريم، التقطها كريم. هنا ملقات وسط الميدان، لاعب المنصوره ومنتخب السويس، لاعب المقاولون العرب والامتيازات في الممتاز. هذا الشريك الممتاز ياتي بجوار البشلاوي والاصدقاء للوصول للنهائي، للوصول للقب، للحمل اللقب مره ثانيه. حماده تحت الضغط بامكانيات الارقام. حماده يريد اللقب باي طريقه، باي كره،
اي لمسه يريد التسجيل، يريدون اللقب امام القوه والاعصار فريق البرنس. هنا البيلي لتريكا، لمسه ونقله، تعود الكره مره ثانيه عن طريق السيحه، هنا نقله، هنا تريكا، تريكا بعد هدوء كاد ان ياتي براسيه الثاني، كاد ان يضع الثاني ويختم بالثاني، ولكن الكره بجوار قائم، الكره فيها عدم توفيق في هذه اللقطه، وضعها كما الكتاب يقول، وضعها كما تقولها كره القدم، ولكن اللمسه والكره ودقه اللعبه على حارس مثل شيحه كانت جميله وقريبه يا تري. لمسه من تلي، اليكس يلعب لحماده، البدر يلعب كوره عن طريق حسن واي تري، هنا تريكا يلعب كره سيحه، احمد حسين كره وصول يا تسديده، يا تسديده، شيحه بالحفاظ، شيحه والعجمي وسياد الحراسه، هنا التسديده والسيحه، هنا التسديده والسيحه والله تعبت في اطار اللقاء وامكانيات الوصول، هنا الشيحه وهنا العجمي، هنا اسلام وهنا السيد، هنا بيفون الاخطبوط، اللمسه كوره عن طريق مجدي والهدوء والثقه والسيطره والحفاظ على الكوره، يعطي الكوره الحمدي شلبي، يفعلون لك هجوم ومحاولات، واعطي الكوره للبرنس يستحوذون ويصلون، لمسه عن طريق اسلام لكريم لاسلام، نقله ثانيه، يسحبون يحاولون الخروج من منطقه الدفاعيه، يا اسلام يا عرويه البعيد عيني 40 عيني هنا من قلب اسلام، لقطه يبرع سيد خارج بالمرة في اللقطه الاخيره، لعبه حلوه وبدقه، ولكن الكره علت بسنتيمتر بسيط، سنتيمتر كان قريب من التسجيل. لمسه عن طريق تريكا بلمسه الفيحه، النقله الثانيه لم تكتمل، تصل الكره عن طريق التايجر، النمر اي لمسه من النمر، الكره تاتي للنمر، العرضيه جول، الثاني هناك حوار في كرة النار، الثاني من تيفا 2-1 البرنس وتالي، هناك فار نزل بالفار يقول ان هناك خطأ في نصف الملعب، وبالتالي ان نعود الفار لأجل الحوار والامكانيه، ممكن نطالب الفار، ما في مشكله نطالب الفار، لكن بهدوء بحوار كده ما بين اللعيبه. الكوره هنا في اطار اللقطه الاخيره، لنرى ونتابع الكوره 2-1، تيفا يسجل، تيفا يضعها، تيفا يسجل، ولكن بيبو يطالب بالفار في اللقطه الاخيره. محسن عاود اللقطه، هنا في اللقطه الاخيره، القرار يعود للتحديد في نهايه المطاف، ولكن تيفا بهدف ثاني، تيفا بوضعيه ثانيه، هذا في مقابل هدف، واللقطه والعوده والكره في هذه اللقطه، ولكن البرنس يلتف في اطار التسديد. شويه وبعد كده نشوف التراسل، رجع الناس كلها، رجع السيد اهو السيد لكن هذه اللعبه طلبت الفار، نزل بالفار، نتابع اللقطه الاخيره من جانب الحكم، نهايه الدنيا نهايه الامور، وهنا هدف ثاني 2-1 حتى القرار، 2-1 حتى اللقطه، حتى القرار، حتى الامور الاخيره في اللقطه، يقولون بيبو حسن تريكا، بيبو رجع ولا الهوى ولا حسن تريكا ولا حسن ابو تريكا ولا الهوى، ماشي من وين القرار يا حكم، البطوله حتى الان سواء يا دكتور محمد شباب
الكبار الدكتور حاتم الجندي ودكتور ياسر لطفي ودكتور سيكات، والقرار هدف. القرار هنا في هذه اللقطة هدف في هذه اللقطة ولا خطأ؟ هدف ولا خطأ؟ يبدو أن اللقطة والهدف تم إلغائه في اللقطة الماضية. الكرة والقرار يبدو أن هناك إلغاء للهدف في إطار اللقطة الماضية. القرار الحكم في اللقطة الماضية بعد حسبها جون. حسبها لغاها خليها جون يا ريس. بس يا حبيبي بس يا حبيبي بعد اذنك شوف بعد اذنك شوف شوف العب هو فين يا محمد الكرة فين من الأول؟ انت فين يا عم؟ انت فين يا عم سايبنا في الانسة دي؟ الناس هتعدي وقاعدين ندور حاجة عدلت؟ لا احنا قاعدين العيال قاعدة بتقعد في الصدر، العيال قاعدة في الصدر أما الكرة فيها إيه؟ احنا بنشوفها يا ريس اهو بيقول لك فيها إيه يعني؟ بيقول لك فيها فاول فيها دفع وهي فيها حاجة؟ ما بنشوفها يا ريس اهو بص يا ريس تيجي تبص يعني بس إيه بس فين الكرة اللي فيها فاول؟ بيقولوا فيها دفع فعلا حسن تريكة بص هو باشا هو سمك على مش شايف حاجه هو عادة 50 مرة بقى وريني كده هنا معلش. اهو تعالى يا عم محمد سمح الشباب معلش هنا تاني ابيض يا عم يا عم علي راح يمسك فيها عشان يروح يطبق. بقول لك وخلي بالك بقى عشان الماتش ده حامي كل يوم شويه هترجع للقطه ولا نرجع للقطه ماشي. هو الماتش ده حامي تعالى بس عشان كده بس على الشغل من اول حسن هو بيستلم هو لا ما عادش حسن منين هيرجع انا هقفل وارجع بقى عشان الاستاذ عايز اتفرج عليه. يلا يا دكتور يلا يا شيحه ده الحكم كده انت اللي الحكم لا شفعي مش هتقول لك كده يا كابتن اصلا لعبه هو الكلام مش هيخلص. يلا يا دكتور محمد اقرب لكم شويه عشان انا مش عارف اعمل والله يعني انتوا ورانا في الدوري القسم الثاني والدوري الثالث في الفور يا دكتور ثاني عادي يا ثاني فين؟ تعال يا باشا تعال تعال الكرة مش معاه اصلا. طيب الكرة مش معاه اصلا. بس مش هلعب لما يبص عليها. ما هي واقفة كده. لا مش لاعب. الكرة فيها ايه اصلا؟ هو فين يا كابتن؟
يا حكم انا معايا 27 دقيقه يعني الماتش خلص. حسب ايه بقى؟ مستحر هنا خلي بالك. خمس هتبص تاني. بيبو هو موقفها لك اهو بس هي مفيش حاجه. اللعبه على الكوره اصلا ماشي معاه الكوره مش معاه اصلا الكوره مع لعيب تاني خالص. لا 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 هو اللي راح ياخدها. رجاله اجيب الفيديو من اول ماتش يتفرج على الكوره ده. اقسم بالله كمان مره مين اللي بيرجع الكوره؟ انت بترجع الكوره ليه؟ رجع الكوره مين اللي رجع الكوره؟ لا 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 ما رجعش الكوره. الحاج على ضربه جزاء لينا الكوره يا عم هو الناس عايزه تتفرج عليها. يا باشا صفر فاهمكم هو قانون ايه بس اللي انتوا اصل هي نفس اللعبه يعني نفس اللعبه بتاعت الجون هي فيها فار من الاول يا عم محمد ما فيش ولا فار اتعمل من الاول لنا ضربه جزاء وما حصلش فار. هنقعد بقى كل شويه نقعد نزعق والناس قاعده هنبقى محترمين بقى عشان شكلنا يبقى حلو. بالظبط يلا يا جماعه يلا يا باشا وريكم السحر بقى. يلا يا عم ورا حبيبي. ابدا يلا ابدا يا عم محمد افتح الصوت. اتكلم افتح الصوت يلا. متابعة مرة ثانية وعودة في إطار اللقاء والقرار من حكم اللقاء بعد عودة للأبطال أن نكون بخطأ ولم يحسب الهدف الثاني. كرة كانت من جانب فيفا بانطلاقة ولمسة لكن القرار بعودة واستكمال الكرة وإمكانيات تعادل إيجابي واستكمال على مدى الأداء والمنوال. الكرة والانطلاقة وإمكانيات من ضربة وخطف لمسة عن طريق سيحة. هناك من يبحث عن ثاني للمرة الثانية. هل البرنس قادر على إمكانيات ثاني للمرة الثانية هنا في إطار اللقطة؟ ولا حمدي شلبي يسجل ولا نذهب بقى ركلات الحظ والمعاناة هنا في إطار النهائي الكبير والقوي في إطار اللقطات الأخيرة. الحكم والقرار هنا في إطار اللقطة الأخيرة والصافرة وإمكانية الاستكمال متابعة الاستكمال هنا في إطار اللقطة. دقيقتين على الختام والنهاية دقيقتين على استكمال المتعة في إطار الشوط الثاني واللقاء النهائي. يا إما هناك هدف قاتل وجولدن جول للذهاب للبطولة وإما ركلات ترجيح وإمكانيات المعاناة في تصديات حراس كبار وتسديدات لاعبين كبار في إطار البطولة. اللمسة والصافرة قريبة وستأتي بانتظار البشلاوي للاتيان والاستكمال بالعدد والقانون للإمكانيات الطبيعية للعودة واستكمال اللقاء هنا في النهائي. حمل اللقب والحصول عليه ليس بإمكانيات سهلة. ليس السهل بالحفاظ على لقب من جانب البرنس. إمكانيات اللقب الأول من جانب حمدي شلبي. لمسة استقبال الكرة للعجمي صاحب تصديات الشوط ونصف هنا في إطار النهائي أمام الشيحة صاحب التصديات الأخرى. هم من منعوا التسجيل أكثر من هدف. هم من لديهم حقية في إمكانيات الوصول لإمكانيات الأفضل. حراس بطولة هنا في إطار النهائي. لمسة عن طريق خيري نقلة إمكانيات الثانية البحث عن ثالثة اتلعب الكرة عالية لمسة ولكن قائم يوصلها لضربة مرمى. أول مرة صور 31 دقيقة. أول مرة صور 31 دقيقة والله. تأتي عن طريق اللاعب شيحة حارس المرمى بإمكانيات الوصول لإمكانيات التسجيل. هدف ثاني قريب وإلا فضربات ترجيح. الترجيح والمعاناة وإمكانيات الحظ والتسديدات وإمكانيات الوضعية في شباك حراس. لمسة عن طريق شيحة ووضعية التسجيل ما زال يحاول التسديد ولكن تلي وصل لتريكا وسرعة هنا القيد ولكن كريم رجع اللقاء لسرعته رجع اللقاء للشعلة هنا عن طريق تيفا وإمكانيات التسجيل. هدف محتسب والثاني في صندوق يا تيفا. القدم اليسرى ليس بالمجهود ولا بالإمكانية بالتحرك بالعقلية بالخبرة بالخضرمة من جانب تيفا. سجل هدف وامتنع عنه هدف هنا بنفس الطريقة والاحتمالية. الكرة تأتي للتمس. الحكم يعيد الخطأ يعيد الضربة يعيد اللقطة عن طريق حمادة بدر أصحاب القدم اليسرى والتسجيل وإمكانيات التأمين بثاني يحمل لقب هدف ثاني يعطيك بطولة. لمسة قيد وتسديد
بعيدة من مسافة، ولكن الدفاع من جانب كريم. كرة البيبو، نزل بيبو في هذا الوقت، نزل بيبو للتأمين لمساندة اللعيبة بإمكانيات الوصول للمرحلة المقبلة على مرحلة الترجيح، مرحلة ركلات الحظ إذا ظل اللقاء على هذا التعادل إيجابي. هدف لهدف بعد قليل الترجيح هذا واحتسبه بخطأ. 1-1 في إمكانيات الختام بين البرنس صاحب اللقب الماضي وصاحب النسخة الماضية أمام صاحب إمكانيات التحديات الكبيرة حمدي شلبي.